اليوم قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء المكلفة بالجرائم المالية، والتي أحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. وتضيف مصادرنا الموثوقة أن مبدع ما يزال قيد التحقيق وينتظر أن يصدر قرار من الوكيل العام مساء اليوم، إما باعتقاله أو متابعته في حالة سراح. وتضيف مصادرنا أن مبدع كان بمنزله مساء أمس الثلاثاء رفقة أحد الأساتذة الجامعيين الذي كان يحثه على عدم الامتثال لاستدعاء الفرقة الوطنية وعدم تقديم استقالته من لجنة العدل والتشريع. وحسب مصادرنا فإن مبدع الممنوع من السفر والذي يجر وراء ملفات ثقيلة وشبهات رصدها المجلس الأعلى للحسابات ومفتشيات وزارة الداخلية في تسيير جماعة الفقيه بن صالح مثل اليوم أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء للاستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد